السلام عليكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وبصحة دايما يا رب. وحشتوني جدا من امبارح. انا امبارح ما نزلتلكوش فيديو، بس والله العظيم غصب عني. عايزه اقولك ان النهارده بقى الفيديو كله حماس ونشاط وطاقه ايجابيه. هتتفرجي كده معايا على الفيديو، هتقومي كده من مكانك يعني تشقلبي كده عندك في الشقه. بس الاول ادخلي بقى كده على المطبخ واعملي بقى كده فنجان اي حاجه انت بتحبيها بقى، او مج اي حاجه كده انت بتحبيها، علشان تدخلي كده معايا الفيديو تتفرجي كده وتستمتعي وتخرجي بقى كده منه بكل حماس ونشاط وطاقه ايجابيه. ده بس الاول طبعا عايزه اقولك لو انت اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وعايزين بس كده قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى كده افطروا معايا كده كوبايه شاي بلبن كده على الصبح، علشان ندخل بقى كده على المعمعه بتاعت النهارده. المهم انا كنت عايزه يعني قوي 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 انزل الفيديو ده امبارح علشان يعني ننجز شويه، الحق كده ان انا افرش الشقه، وكمان انزل معاكم الفيديو بتاع الفرش قبل ما ندخل بقى كده على الوقفه. يعني الله المستعان، ان شاء الله كده باذن الله نلحق. يعني هيكون لسه فاضل تقريبا 3 ايام على العيد حاجه زي كده. يعني انا هنزل لكم فيديو الفرش قبل العيد بحوالي 3 ايام تقريبا، يعني حاجه كده او في الحدود دي يعني. فده يعني قدر ان انا معرفتش انزل الفيديو امبارح، الحمد لله رب العالمين طبعا على كل حال. انا عارفه ان في ناس كتير قوي ماشيه معايا كده في التنظيفات، ومبسوطه جدا 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 من تعليقاتكم ان انتوا بتشوفوا الفيديو وبتتشجعوا من الفيديو، والفيديوهات كده اللي انا بنزلها معاكم بتديكم حماس وطاقه ايجابيه، ويعني بتنشطكم كده وبتحفزكم. فبجد والله العظيم انتوا بتسعدوني بكلامكم. فيعني مش عارفه بصراحه اقول لكم ايه. ربنا يا رب يجازيكم خير ولكم بالمثل واكتر على كل الدعوات اللي انتوا بتدعوها لي، الدعوات الجميله والكلام الجميل اللي انتوا بتقولوه لي. المهم بقى كده عايزاكم تحطوا لي لايكات كتير قوي 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 على الفيديو بتاع النهارده، علشان الاوضه دي كانت اكتر اوضه مليانه حرفيا تراب. فزي ما شفتوا كده دخلت على الشباك، اول حاجه نفضت كده السلك بتاع الشباك، يعني عملته كده بالفرشه بتاعه التراب دي تنفيضه كده محترمه. والستاره انا كنت نفضتها في الاول كده قبل ما اعمل الشباك من التراب، وبعد كده بعد ما خلصت برضو عملتها تاني، لان انا حسيت برضو ان هي جه عليها تراب تاني. طبعا يعني الستاير كلها بتاعت الشقه بصراحه انا ما شلتهاش، لان حسيت ان هي مش محتاجه ابدا ان هي تتغسل. احنا كنا لسه غسلنا قريب في العيد اللي فات، ويعني انا ما عنديش الهلك اللي هو يخليني كل شويه اشيل الستاير واغسلها، فاكتفيت بس كده ان انا انفضها وهي في مكانها. لكن ما شلتهاش ابدا، ويعني مش هشيلها بقى لما احس ان هي خلاص محتاجه فعلا ان هي تتغسل. المهم عملت كده كمان الجبسون بورد كله بالزعافه، والحيطان كلها بالزعافه. زي ما قلت لكم الاوضه دي يعني كان فيها كميه تراب محترمه، يعني مش عشان تنظيفات عيد او كلام من ده، لا هي اصلا كانت علشان متسابه. زي ما انتم طبعا كنتوا عارفين ان انا ما كنتش موجوده في البيت بقالي فتره حلوه، يعني حبه كده محترمين. فالشقه كان فيها تراب، وكمان الاوضه دي كانت مليانه تراب. والاوضه دي تقريبا كده هي كانت اكتر اوضه متبهدله. زي ما انتم شايفين كان بقى يعني دخل علينا كده ايام الامتحانات. لما رجعت كده كان في امتحانات، ولادي كانوا بيمتحنوا، فهتلاقوا بقى كده في كتب مرميه في كل مكان، واوراق وملازم وكشاكيل وكراسات واقلام والكلام ده كله. فلميت كل الحاجات كده اللي كانت في الاوضه. زي ما انتم شايفين انا حابه ان انا يعني افضي كده الاوضه خالص علشان اعرف ان انا اشتغل فيها، يعني انا كده تبقى مرتاحه وانا بشتغل فيها. وانا بالنسبه لي كل الحاجات اللي موجوده دي كلها كراكيب خلاص ما بقاش ليها لازمه، فهشيل كده طبعا كل الكتب وكل الكشاكيل والكلام ده كده هتخلص منه. اي حاجه اعرف ان انا اشيلها خالص من الاوضه، او انا خلاص ما بقتش محتاجاها فهشيلها. طيب وزي ما كده ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان المكان اللي بيكون فيه تراب كتير مش هينفع ابدا ان انا يعني امسحه كده على طول بفوطه مبلوله او فيها مثلا منظف او اي حاجه، الا لما امسح التراب ده كويس، لان كميه التراب محترمه كده زي ما انتم شايفين. فعملت برده كده مسحت بفوطه يعني ناشفه تماما كل التراب اللي كان موجود. وبعد كده بالبخاخه دي كده بدات ان انا ارشرش كده بالبخاخه. طبعا ما تخافوش على الكمبيوتر ولا يعني كنت برش يعني بحرص برده وبحذر، فما تقلقوش ابدا. يعني الكمبيوتر ما جاش عليه ابدا ميه ولا اي حاجه، هي بس كده الفوطه مكان ما كنت مسحت كده على الترابيزه نفسها الميه، فكمان مسحت كده على طول بيها الشاشه بتاعه الكمبيوتر. قولوا لي بقى كده انتوا شغالين في ايه في الشقه كده، ويعني في شققكم يعني، وفاضل لكم ايه، خلصتوا ايه كده وفاضل ايه. عايزين كده بقى ننجز كده ونخلص مع بعض علشان خاطر نفرش قبل العيد. في ناس بتحب تفرش يوم الوقفه،
وفي ناس بتحب تفرش قبل الوقفه بيوم. انا بالنسبه لي بصراحه ما بحبش ابدا اللي هو يعني تفرش يوم الوقفه دي. يعني برضو الوقفه ده يوم طبعا بيبقى فيه صيام، ويعني فيه كده مناسك جميله وفيه عبادات كده جميله. طبعا هم ال10 ايام كلهم طبعا، بس يعني بنبقى شغالين معظم وقتنا في ال10 ايام. لكن يوم الوقفه ده انت يا دوب تقومي كده تعملي الفطار اللي انتوا هتفطروه في اليوم ده بقى، اذا كنتوا هتعملوا بقى يعني فته حاجه بقى كده حلوه محترمه، وتقعدي بقى كده اليوم ده كله بيدك كده نظيف، قاعده بتقراي في القران الكريم، بتستغفري، بتلبي، بتكبري. يعني الاجواء بتاعت يوم الوقفه دي بتبقى مختلفه. فما تتعبيش ابدا نفسك في اليوم ده، ركزي يعني في العباده اكتر. كفايه ان احنا في ال10 ايام يعني ضيعنا برضو وقت كبير، يعني ما كناش برضو مركزين قوي في العباده بسبب طبعا التنظيفات العميقه دي. لكن ان شاء الله باذن الله يعني احنا عايزين كده نعمل كده حاجه كده يا بنات مع نفسنا، ان احنا ان شاء الله في رمضان او في ال10 اللي هم ذي الحاجه اللي احنا فيهم دول ننظف قبليهم، نعمل التنظيفات العميقه دي قبليهم، وما تقلقوش الدنيا مش ترجع تتبهدل ابدا تاني ولا حاجه. يعني انا بفكر في كده بصراحه، علشان احنا برضو بنهدر او بنضيع كده من ايدينا ايام. يعني الايام دي المفروض نبقى فيها متفرغين للعباده وبس، فده بصراحه تقصير مننا. فعايزين كده نظبط كده ان شاء الله، ربنا يا رب كده يدينا طولة العمر، ويعني الايام اللي جايه او السنين اللي جايه ان احنا ما نهدرش الايام دي كده في التنظيفات، ننظف قبليها يعني عادي مش هيحصل حاجه. وهنحافظ برضو التنظيفات العميقه دي بتخلي يعني الشقق نضيفه لفتره طويله، ونحاول طبعا نحافظ على قد ما نقدر. وهيجي بقى علينا اليوم اللي هو بتاع يعني مسح كده الشقه كلها كده، مسحه بقى من على الوش، لان احنا خلاص هنبقى عملنا التنظيفات العميقه دي زي ما قلت لكم يعني من بدري شويه. ونبتدي بقى كده ان احنا نفرش الشقه. فيعني انا بصراحه برضو بزعل قوي من نفسي ان انا بضيع على نفسي ايام صراحه، يعني ما بتتعوضش في السنه الا يعني كل سنه مره. يعني رمضان ما بيجيش في السنه الا مره. ال10 اللي احنا فيهم دلوقتي دول اللي هما ذي الحجه برضو ما بيجوش في السنه الا مره. فاحنا صراحه بنهدر من ايدينا الايام دي، والايام دي ما بتتعوضش بسهوله، وبنضيع ثوابها في حكايه التنظيفات العميقه دي. فانا يعني دول كده صراحه كانوا كلمتين مضايقني، فقلت اذكر نفسي كده واذكركم انتوا كمان، علشان ان شاء الله كده يعني معلش خلي اللي ضاع يعني مننا نعوضه باذن الله، باذن الله رب العالمين. في السنين اللي جايه نشجع بعض كده ان احنا نبدا التنظيفات العميقه دي بدري قوي قوي قوي، نبتدي ان احنا نحافظ. وبعد كده نيجي على اليوم بتاع الفرش بتاع الشقه ده، هي هتبقى ديتها مسحه كده محترمه للشقه كلها، ونفرش السجاد والملايات ونعلق ستايرنا وخلاص، وشكرا على كده. طيب المهم زي ما شفتوا بقى كده انا يعني نظفت كده تحت السريرين، بس صورت معاكم سرير واحد في الحقيقه. وبعد كده رحت برضو عملت كده بالمكنسه، وكمان مسحت الارضيات. ما حبيتش ابدا طبعا ان انا اغرق جوه السرير، لان السرير زي ما انتم شايفين متنجده كده من الجناب، فكانت هتتبهدل، فما كانش ينفع ابدا ان انا اغرق يعني تحت السرير. فاكتفيت كده بس ان انا عملت بالمكنسه، وكمان مسحت الارضيات. وحطيت بقى كده اللبس الشتوي بتاعنا، كان في حاجات طبعا كتيره جدا في اللبس الشتوي ده، حطيت معظمها تحت السرير الكبير بتاع غرفه النوم. وبقيت كده الحاجات زي ما انتم شفتوا حطيتها كده في السريرين بتاع غرفه الاطفال دول. هنا اللي كان بيساعدني هنا في الوقت ده كان سيف، طلع عيني طلع عيني، كان بيصور معايا، وكان يعني واقف كده معايا مشاركني كده الفقره دي. فانا طبعا لازم استغله اسوأ استغلال ادم هو موجود. فانا عملت كده الشباك كله زي ما انتم شايفين من جوه الاوضه نفسها، وجيت على الجزء بتاع يعني بره ده. حسيت بصراحه ان هو صعب عليا، وهو دايما لما باجي اعمل كده الشباك من بره ببقى محتاج ان انا اقف على كرسي، لان انا مش قصيره على فكره، انا طويله، بس عند الشباك ده بالذات بحس ان انا قصيره. لكن سيف ابني اللهم بارك يعني، فقلت له خد بقى يا سيف انت، انا هصبن كده الجزئيه دي، والحتت اللي انا مش هعرف اطولها يعني كمل انت بقى الشباك. فزي ما انتم شايفين كده صبنت الازاز كده كمان من بره، لان انا يعني حابه كده ان انا اصبن، مش حابه برضو ان انا ابدا المع بالجلانز. حبيت كده ان انا اصبن علشان احس كده يعني بالزهزهه كده في الازاز، والاوضه اصلا كلها هتشوفها كده برضو معايا في الاخر هتبقى يعني منوره كده من النظافه. انا ما حبيتش الصراحه ان انا اصدمكم في الاول واوريكم شكل الاوضه عامل ازاي، لان كنتوا هتتصدموا من شكلها، لكن هوريكم كده في الاخر عشان برضو تاخدوا كده طاقه ايجابيه من شكلها النهائي. المهم البتاعه منيله ب60 نيله دي انا بقى بوريكم كده العيب اللي فيها. العيب مش قصتي ان انا احط فيها عصايه المقشه، لا، شايفين كده المكان المكبس اللي بيطلع وبيخرج ده كده لما بشتغل طبعا انتوا هتشوفوا معايا كده عملي دلوقتي.
اليد نفسها بتقع من المكان ده، اللي هو المكان يعني فيه زي مكبس كده بتتكبس فيه، مش بمسمار ولا اي حاجة، هي بتتكبس كده فيه غير المكان اللي هو بتاع اليد بتاعها. تمام. فانا طبعا الحيطان عندي في اوضه الاطفال هنا متبهدله جامد جدا، فكان لازم ان هي تتعمل. المهم انتوا هتشوفوا دلوقتي كده معايا يعني بعينيكم ايه اللي بيحصل بالظبط، وليه انا مش حابه ابدا البتاعه دي وما بنصحكوش بيها. اهو بصوا كده وانا شغاله هي هتتفك وهتقع من مكانها اهو. هي دي بقى مشكلتي مشكلتي الفظيعه معاها. فطبعا انا مش هينفع ابدا ان انا اتعطل، فقلت بقى كده يعني اشغل دماغي. والاماكن اصلا اللي هي متسخه او فيها مثلا مطرح ايد العيال او كلام من ده هي قريبه مني، يعني مش فوق خالص كده في السقف. فزي ما انتم شايفين كده بقى شلت خالص اليد بتاعتها دي خالص وركبت ايدي انا قلت كده اشتغل بايدي. يعني زي ما بقول لكم الاماكن كلها الحمد لله رب العالمين انا طايلها. انا معرفش الجزء ده كده وانا بصوره كان مغيم كده ليه. المهم يعني الاماكن كلها انا طايلاها، وبقيت اخد كده من الخلطه اللي انا عاملاها دي. الخلطه دي كان فيها بس الكلوركس الوان، هو مش كلوركس هو كلور الوان، وكمان كان فيها اللي هو البريكس اللي هو متعدد الاغراض. وبس على كده كان فعلا بتخلي الحيطان زي الفل. هنا المكان ده زي ما انتم شايفين كان باين فيه قوي ان هو مش نظيف ابدا والبقع اللي فيه دي. فهعمل برضو كده بالخلطه دي هتخليها زي الفل كده دلوقتي. يعني وانا بعملها معاكم هتشوفوا كده في ساعتها هتخلي الحيطه طبعا زي الفل. وهي بصراحه ما بتاخدش الا وقت قليل قوي الحيطان عندي يعني وبتنشف يعني على طول في ثواني كده بتنشف. المهم نسيت اقول لكم ان انا السراير كمان ما كانش هينفع ابدا ان انا انفض السراير بعد ما كنت خلاص نزلت كل الاتربه اللي على الحيطان، ويعني كنت هبهدل كده الدنيا تاني. فالسراير برضو عملتها كده زي ما عملت السرير بتاع غرفه النوم، عملتها كده زي ما شفتوا كده بالمكنسه، ويعني شفطت كده اي تراب فيها كده برضو بالمكنسه. وبرضو هي ما كانتش بصراحه الكابوتوني بتاعها ما كانش محتاج ابدا ان هو يتصبن. فانا زي ما قلت لكم كده في الفيديوهات اللي فاتت اللي محتاج تنظيف عميق محترم هيتعمل، والحاجات اللي مش محتاجه تنظيف عميق قوي هتتنضف برضو كده وهتبقى برضو هترجع تاني حلوه وزي الفل. لكن هو مش هلك في الحاجه وهلك في نفسنا وخلاص. طيب هنا على الميه زودت بس شويه صابون سائل اللي هو الفيبا العادي خالص ده على برضو البريكس والكروت الالوان، وكمان حطيت شويه كده من اللي هو منظف الارضيات والسيراميك اللي هو اسمه ايجيكو. تمام، علشان في ناس كتير قوي سألتني عنه. هو منظف للارضيات والسيراميك ومنظف للحمامات، وبجد ريحته حلوه جدا ورغوته حلوه قوي. المهم هنا وانا شغاله ما تقلقوش ابدا يا بنات، انا كنت واخده بالي يعني ما حاولش ان انا اجيب ميه ناحيه السراير، لان طبعا مش هينفع ابدا الميه تدخل تحت السراير او السرير نفسه يعني يجي عليه ميه، علشان هو متنجد كده زي ما انتم شايفين كله، يعني ما فيهوش ابدا اماكن الخشب بتاعها فيها ظاهر، فكان هيتبهدل جدا. فما تقلقوش، عشان عارفه ان في ناس كتير ممكن تكتب لي في التعليقات تحت يا نوره السراير انت ازاي بتمسحي الارض كده وبتغرقي الدنيا والسراير ممكن يجي عليها ميه. لا يا بنات ما تقلقوش ابدا انا كنت حريصه وكنت واخده بالي الحمد لله يعني رب العالمين مفيش اي ضرر حصل في المكان. المهم كملت بقى كده دعك بالمقشه في قلب السيراميك. عايزه اقول لكم ان انا يعني لو انتوا شايفين كده الميه مش نظيفه من كميه حقيقي من كميه التراب اللي كانت موجوده في الاوضه. يمكن انا لو ما كنتش جبت الفتره دي عن الشقه ما كنتش هعمل معاكم يعني في العيد الكبير ده التنظيفات اللي هي العميقه اللي انتوا شايفينها دي، لان احنا كنا لسه عاملين الكلام ده يعني ما كملناش شهرين من العيد اللي فات. فما كنتش هعمل التنظيفات اللي هي القويه قوي دي المره دي الصراحه. يعني كنا هنعمل برضه تنظيفات عميقه مع بعض بس مش اللي هي كلها يعني ايه يعني تعب بالطريقه دي. لكن فعلا الشقه كانت فعلا يعني في حاجات كان لازم تستحمى كان لازم تستحمى حرفيا. والحاجات اللي لقيتها مش محتاجه حموم زي الستاير محتاجه بس كده ان هي تتنفض، لان كان برضو فيها تراب كتير محتاجه ان هي تتنفض، فعملتها برضو بالطريقه دي. لكن ما شلتهاش وما نزلتهاش من مكانها ما غسلتهاش. السجاد برضو نفس الكلام، السجاد كان محتاج ان هو يتعمل بالمكنسه كده عامله محترمه، وكان محتاج كده ان هو يتنضف على الجاف. فعملناه طبعا انتوا عارفين ساره كانت عندي، فعملناه كده انا وساره مع بعض. وبصراحه في اليوم ده برضو يعني مره و10 مليون هشكر ساره، لان هي طلع عينيها معايا في اليوم ده، وربنا يا رب يخليها ليا وما يحرمنيش منها ابدا، مع ان كان معاها سيلا وديما، وديما كانت مقضيه كده معظم وقتنا يعني عياط. لكن بجد ساره تعبت قوي معايا في اليوم ده، فتسلم ايديك يا حبيبتي، ربنا يا رب ما يحرمنيش منك ابدا. تعالوا بقى كده كلموني
عن شكل الاوضه كده بعد ما خلصت، ويقولوا لي كده يعني شكل كده النظافه خارج من الاوضه ولا لا. اهو الحيطان هنا بقت زي الفل، السيراميك بقى يبرق، ترابيزه الكمبيوتر دي لمعتها كده من اولها لاخرها، من فوقها من فوق انها لتحتنها فوقاني تحتاني. الحيطان طبعا عملتها، السراير تحت السراير، التكييف بس محتاج بس كده ان هو يتلمع من بره يعني. دي بصراحه الحاجه اللي انا نسيت اعملها وافتكرتها كده معاكم وانا كده بعمل لكم كده يعني تصوير كده خفيف في الغرفه بعد ما خلصت. محتاجه كده ان انا امسك يعني البخاخه والفوطه كده اللي معاه والمعه كده تلميعه محترمه من بره، لكن هو اصلا من جوه يعني كان سيف شايل الفلاتر بتاعته وكان منضفها، فهو من جوه مش محتاج ان هو يتعمل فيه اي حاجه، لكن زي ما قلت كده محتاج بس كده ان هو يتلمع من بره. والكريستاله اللي كانت مكسوره في الستاير دي انا الصراحه لسه طبعا ما جبتهاش، هي على اليمين كده لو تاخدوا بالكم انا كنت كسراها معاكم في تنظيفات العيد اللي فات غصب عني، فيعني ان شاء الله كده باذن الله ابقى اجيبها كده باذن الله تعالى. يعني فاضل نعمل مع بعض المطبخ وحمام الطرقه، وبعد كده بقى ننزل بالفيديو بتاع الفرش ونشوف كده يعني الشكل بقى كده النهائي للشقه. طبعا ببقى يعني مشتاقه جدا جدا ان انا اعمل معاكم الفيديو ده، فان شاء الله باذن الله يعني مش هتاخر عليكم ونعمله كده مع بعض يعني. يعني انا هنزل الفيديو ده معاكم النهارده ان شاء الله، والله مش عارفه النهارده ايه، المهم يعني. وهنزل تاني كده معاكم فيديو برضو للتنظيفات بكره، وبعد بكره باذن الله بدون مقاطعه انزل معاكم فيديو الفرش. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير. طبعا انا هنا هسيب بقى الغرفه بالمنظر ده، هفرش بس كده ملايات قبل ما الولاد يجوا يناموا على السريرين، لكن مش هفرش فيها اي حاجه تانية علشان بقى خلاص كده يعني مش هقعد بقى افرش كل شويه واشيل. انا قلت لكم هفرش ان شاء الله الشقه كلها بعد بكره، فهحط لهم بس كده ملايات على السرير، والكفرات برضه انا شلتها كده بتتغسل، ونفرش ان شاء الله مع بعض زي ما قلت لكم باذن الله كده بعد بكره. يلا عايزاكي بقى كده تقومي تتشجعي كده وتنجزي بقى كده برضو النهارده حاجه كده عندك في قلب الشقه قبل الفرش، وان شاء الله كده برضو هنزل لكم الفيديوهات كده على طول، مش هتاخر عليكم باذن الله يعني. وعايزه اقولك لو انتي وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطوا لي لايك، وهي بحبكم جدا 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 في الله، ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا. واشوفكم باذن الله على خير في الفيديو بتاع بكره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ينزل بكره، ويعني ان شاء الله احاول زي ما قلت لكم ما تاخرش عليكم. بحبكم جدا جدا في الله، وحطوا لايك ها، واشوفكم على خير بكره مع الف سلامه.